تصدق إن طبق رز ممكن يعطشك زيه زي المخلل؟ طب تصدق كمان إن 300 جرام رز مطبوخ ممكن يزودوك على الميزان 400 جرام مؤقتاً؟ تعالوا نفهم إزاي. الملح العالي في المخلل يزود ملوحة الدم، فيخرج المية من الخلايا ويحفز مركز العطش في المخ لإعادة التوازن. أما بقى مع الرز، كل جرام كربوهيدرات غير مستهلك بيتحول في الجسم لجلايكوجين، والجلايكوجين محتاج 3 جرام مية عشان يتخزن. فالمية اللي سحبها الجسم من الدم عشان يخزن الجلايكوجين بتغير توازن السوائل. هنا المخ بيديك إشارة عطش عشان تشرب وتعوض النقص. نرجع بقى لموضوع الميزان. 300 جرام رز مطبوخ في 100 جرام كربوهيدرات، والباقي مية اتضافت أثناء الطبخ. عشان تخزن ال 100 جرام كربوهيدرات دي كجلايكوجين، الجسم بيحتاج 300 جرام مية من دمك، يبقى المجموع 400 جرام زيادة على الميزان. علشان كده لما بتعمل رجيم وتقلل الكربوهيدرات، الجسم بيستهلك الجلايكوجين المرتبط بالمية ويفقد 2-3 كيلو في أول أسبوع، معظمهم مية. الحل مش إنك تمنع الرز، الحل إنك تستهلك الأكل اللي بيدخل جسمك. الحركة والرياضة هي اللي تخلي الجسم يحرق وما يخزنش. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة. صحي وكيوت، معلومة صحية بس كيوت.